مش لاقياها. ازازة المية بتاعتي ضاعت. بس يا ولاد كل واحد يقعد مكانه. مالكم في ايه؟ ايه الحتة دي غلسة قوي، مش عارف احفظها، كأنها مش راضية تدخل دماغي. حاول يا يوسف. مش هذاكرها، ممكن ما تجيش في الامتحان بكرة. وبرضه ممكن تيجي. يلا حاول تذاكرها وانا هديلك هدية تشجعك على المذاكرة. ايه ده؟ جايبالي هدية ومن قبل ما النتيجة تظهر كمان؟ دي اكيد لعبة. لا، دي حاجة هتروح بيها الامتحان. ايه ده؟ اروح بيها الامتحانات؟ ايه رأيك في المقلمة دي؟ الله، دي حلوة قوي قوي. مبسوطة انها عجبتك. يلا كمل مذاكرة لحد ما اجهز العشاء. يلا يا لولو. مقلمة تحفة، بس الحتة اللي بذاكرها دي غلسة قوي. اما انقل بقى حاجتي في المقلمة الجديدة. أنا عارف إنكم شاطرين. يلا كل واحد يبص في ورقته وملوش دعوة بورقة زميله. بس لو لقيت حد بيغش، يعني بيحاول ينقل الإجابة أو يكلم زميله، هنزله على مكتب المديرة. يوه، دي الحتة الغلسة جت في الامتحان. أعمل إيه؟ طيب أنا هحل اللي أنا عارفه وهسيبها للآخر. يلا باقي 10 دقايق وهلم الورق. سيف يا سيف. حيث يا يوسف. إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ لو شفت حد بيتكلم هسحب ورقته وهنزله على مكتب المديرة. ويلا خلصوا عشان هلم الورق. هكتب أي حاجة وخلاص بقى. ايه اللي انت عملته ده يا يوسف؟ كنا هنروح مكتب المديرة، ومش بعيد كمان كنا نسقط في الامتحان. انت مش شايف انك اوفر شوية؟ اوفر؟ بقولك هنسقط، ومش بعيد كان يجيلنا استدعاء ولي امر. انا خفت يا يوسف. بصراحة انا كمان كنت خايف قوي، كأني كنت هسرق حاجة كده وخايف حد يشوفني. كان احساس وحش قوي. انا اسف يا سيف، والحمد لله انه ما حصلش حاجة. ايوه، كويس انها عدت والمستر ما اخدش باله، علشان ما حدش يغش تاني. جاوبت كويس يعني مش وحش. وانت؟ الحمد لله، الامتحان كان سهل. هو كان سهل يعني، ما عدا السؤال الغلس ده. يلا بقى مش مهم. شفت المقلمة الجديدة بتاعتي؟ ماما جابتها لي امبارح. دي حلوة قوي. انا كمان بابا جاب لي قلم جديد امبارح، اللي هو سنون ده، شايفه؟ حلو فعلا. يلا بقى نلعب قبل ما الفسحة تخلص. ايه ده؟ انا مش لاقي المقلمة. يو، دي لسه جديدة. يمكن تكون واقعة ولا حاجة. لا مش واقعة، انا دورت. يوسف، انا كمان قلمي الجديد ضاع ومش لاقيه. انا الاستيكة بتاعتي مش لاقياها. ازازة المية بتاعتي ضاعت. بس يا ولاد كل واحد يقعد مكانه. مالكم في ايه؟ ماما، انا عايزة اقولك على حاجة. قول يا يوسف. المقلمة الجديدة. ما تقولش انها ضاعت. ايه ده؟ انت عرفتي منين؟ على جروب الأمهات باعتين إن كذا حاجة ضاعت، بس ما توقعتش إن مقلمتك تكون معاهم. أنا كنت فرحان بيها بجد وزعلان إنها ضاعت. مش مشكلة يا حبيبي، إن شاء الله هنلاقيها. يوسف، نمت ولا لسه؟ لسه يا ماما. طيب، أصل حصل حاجة على جروب الأمهات وقلت أقولها لك قبل ما تنام. حصل إيه؟ كده تمام، ألحق بقى أنزل الفسحة ألعب شوية. المقلمة بتاعتك موجودة. لقوها؟ أيوة، في أم اتكلمت مع مس مريم وقالت لها إنها لقيت الحاجات في شنطة حد من أولادها، واعتذرت عشان السرقة اللي حصلت، ووعدتها كمان إنها هتتصرف، وهتلاقي مقلمتك بكرة مع مس مريم. يوسف، السرقة دي حاجة مش حلوة ومؤذية. عندك حق يا ماما، ما ينفعش حد ياخد حاجة مش بتاعته. يوسف، مالك سرحت في ايه؟ بصراحة يا ماما، أنا كمان كان ممكن أكون زي اللي سرق الحاجات من الفصل. انت أخدت حاجة مش بتاعتك؟ لأ، بس في الامتحان جات الحتة الغلسة اللي ما كنتش عارف أحفظها، وناديت على سيف عشان أغش منه، بس لو كنا اتشافنا كنا هنتعاقب. وانت كنت حاسس بإيه وقتها؟ أنا كنت خايف قوي،
زي اللي بيسرق حاجة كده ومش عايز حد يشوفه. واتكسفت قوي لما المستر زعق لحسن يعرف إني بغش. إحساس مش حلو فعلا. معلش يا يوسف، كويس إنك عرفت إن الغش زي السرقة، لأني باخد حاجة مش بتاعتي. صح يا ماما، أنا اتضايقت قوي لما المقلمة ضاعت وإنه حد تاني أخد حاجتي، وأنا مش هحب أعمل كده في حد. برافو يا يوسف، كويس إننا نتعلم من غلطنا ومنكررهوش تاني. يلا هسيبك عشان تنام، تصبح على خير.